كانت عقارب الساعة تشير إلى 11 ليلة و11 دقيقة يوم الجمعة 8 شتنبر 2023. كان الهدوء يعم الأرجاء ليتحول في ثوان إلى ضجيج صاخب أفزع المستيقظين وأيقظ النائمين ووحد الأحاسيس. كان الكل يتفقد، يتصل ويطمئن على أقاربه. يوحد الزلزال ساكنة المغرب. كانت ليلة مرعبة عاشها المغاربة بعد أن ضرب زلزال بقوة 7 درجات على سلم ريختر عدة مناطق في المملكة المغربية. يتحول الهدوء إلى ضجيج أعقبه صراخ وتحسر، ومن هول الصدمة هرول الكل نحو الخارج، فيما آخرون لم تمهلهم الهزة الأرضية الوقت، فباتوا في عداد الوفيات بسبب الزلزال الذي هز الأرض والقلوب في ثوان معدودات. لكن سرعان ما تكاثفت الجهود لتضميد الجراح بالتضامن والتآزر. معدن المغاربة الأصيل. كانت لدواوير بإقليم الحوز الحصة الكبرى من ضحايا الزلزال المدمر الذي وصل مداه إلى سكان عشرات المدن المغربية مثل أكادير، الدار البيضاء، الرباط، المحمدية ونواحيها. 8 شتنبر 2023 يوم سيخلد في أجندة الأحزان والمآسي، بعد أن خلفت فاجعة الزلزال خسائر في الأرواح بلغت حصيلتها 2946 حالة وفاة و5674 مصابا حسب تقرير وزارة الداخلية. سارعت السلطات المغربية الوقت من أجل التعبئة الشاملة لمساعدة ضحايا المتضررين من الزلزال وإيوائهم، وعبأت لذلك كل الوسائل البشرية واللوجستيكية الضرورية. كما قام الملك شخصيا بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وتفقد الحالة الصحية للمصابين ضحايا الزلزال الأليم. تكاثفت جهود المواطنين لتعزز جهود السلطات الرامية إلى التخفيف من آثار هذه الكارثة الطبيعية، وبالتالي تكريس قيم التعاون والتضامن التي ميزت المغاربة على الدوام.